بالرغم من محاولات الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي، تستمر المظاهرات احتجاجا على ما يصفه النشطاء بالحجرة أو الظلم الاجتماعي ولاسترجاع كرامة المغاربة المهانة، كما تقول شعارات على يافطات رفعها المعتصمون في مدينة الحسيمة. الاحتجاجات متواصلة اليوم في مدينة الحسيمة من أجل شيء وحيد، هو المطالبة بالرفع الحجرة عن ساكنة الحسيمة، والمطالبة بالكرامة، وكذلك المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وليس كما يروج عدد من الأطراف وهم معروفين في الحقيقة بأنها تهديف للفتنة. السلطات الحكومية في محاولة لامتصاص الغضب أكدت استمرار التحقيقات في قضية مقتل تاجر سمك الحسيمة، وأعلن وزير الداخلية عن توجيهات لرجال السلطة والمسؤولين الأمنيين لحثهم على تطبيق القانون باحترام تام لكرامة المواطنين، وذلك بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس. غادي يكون في أقرب وقت توعية ديال المسؤولين كلهم على الصعيد الترابي، باش نطلبوا منهم حاجة واحدة، وهي يطبقوا القانون، ولكن يطبقوا القانون في نطاق احترام كرامة المواطن. وكانت مظاهرات واسعة شهدتها عدة مدن في المملكة قد نددت بما وصفه المتظاهرون بإهانة كرامة المواطنين عقب مقتل تاجر أسماك في مدينة الحسيمة داخل شاحنة نفايات وهو يحاول منع إتلاف بضاعته التي صادرتها السلطات. وعود الحكومة بمحاسبة المتورطين في الحادث لم تثني المحتجين عن مواصلة التظاهر ليقولوا إن الكرامة خط أحمر، وإن تجاوزات مسؤولين في السلطة أكبر من مقتل تاجر الأسماك. أنس عياش، RT الرباط.